حبايبي طلاب الصف الثاني الثانوي، يلا بينا نصلي على النبي ونسمي الله ونبدا مع بعض التاني درس معايا في البحث او العمل، الاتنين مع بعض علمي وادبي. وما تنساش زي ما قلت لك الشرح هينزل السنه دي مجانا كله على اليوتيوب، ولكن الحل من على المنصه. هتطلب الرقم دوت طبعا على الواتساب، هيقول لك كل تفاصيل المنصه معانا بسعر رمزي جدا جدا جدا، وفي باقات هتنزل لك ان شاء الله للترم كله، واسعار يعني الى حد ما بسيطه جدا 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 عشان نقدر نساعد كل الناس على النجاح والتوفيق. بالتوفيق ليكم. الملحوظه الثانيه اللي انا عايز اقول لك عليها، في عروض بتبقى فيها المذكره PDF داخل المنصه مجانا، فما تقلقش يعني من اي حاجه. بتحل منين يا مستر؟ من مذكره البروف بتاعتنا. بتحل منين يا مستر؟ بتشرح منين قصدي؟ برضه من مذكره البروف بتاعتنا. يلا نسمي الله ونبدا مع بعض تاني درس النهارده. واول درسين انت عارف مش هيجي لك فيهم اسئله كتير في الامتحان، هو سؤال او اتنين، ولكن هم دول اللي هيأسسوني. معلش بطول فيهم شويه، بقول حاجات صعبه مش هتسمعها عند اي حد، كله بيسهل الدنيا، ولكن احنا هنأسسك في الدرسين دول عشان تبقى فيما بعد قوي جدا 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 من اول الدرس التالت. يلا بينا نصلي على النبي ونخش مع بعض مع تاني درس في البحث المتسلسلات ورمز التجميع. يلا بينا نخش ونسمي الله مع بعض. طيب تعال نبدأ مع بعض يلا النهارده بأول درس ونشوف بيقول ايه. أول حاجة عندي بيقول لي الدرس الثاني المتسلسلات ورمز التجميع. طبعا رمز التجميع ده قبل ما أبدأ ولا قبل ما أعمل أي حاجة. أنت عندك بيقول لي اكتب كل من المتسلسلات التالية في شكل المفكوك ثم اوجد مجموعها. قبل ما أبدأ لازم نتكلم في شوية حاجات. هي ايه المتتابعة يا مستر بتاع الحصة اللي فاتت؟ تعال نشوف مع بعض. كان عندي 2 4 6 8 10 وهكذا. طيب دي المتتابعة صح؟ نفتكرها مع بعض. اللي ن جوه قوس. في أي مشكلة؟ طيب أمال إيه رمز التجميع والمتسلسلات؟ مش دي المتتابعة؟ اجمعها بقى. يعني إيه أجمعها؟ مش فاهم. يعني هتقول لي 2 زائد 4 زائد 6 زائد 8 زائد 10 يطلعوا بكام؟ فهمتك. يعني انت قصدك المتابعات اللي احنا خدناها الحصه اللي فاتت هنجمعها بس النهارده؟ بس كده. طيب مبدئيا الدرس هيتشرح بالظبط في دقيقه واحده فقط، وعايز تقفل الفيديو اقفله. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهمك. بص معايا، مش ده السؤال؟ بيقول لي سيجما رمز التجميع بتاعي عامل زي الدبليو المقلوب كده، تمام كده؟ بنسميه سيجما معايا او اي اسم سميه، وفوق مكتوب رقم وتحت مكتوب رقم وهنا مكتوب رمز. ايوه انت قلت الدرس في دقيقه. هتلاقي نفس الرمز ده على اي حاسبه، هوريهولك في فيديو صغير كده على اليوتيوب مكتوب كده بالظبط. ركز معايا، ده رمز التجميع محطوط هنا فوق كده مربع، وهنا اكس بتساوي مربع، وهنا مربع جميل كده. هعمل ايه يعني؟ حط لي الارقام اللي موجوده عندك. الرقم اللي فوق هنا بيبقى اسمه نون، وهنا نون بكام؟ ب5. ماشي يا مستر، شلتها وحطيت الخمسه. وهنا اكس اللي هي ر، يعني ر دلوقتي هنقلبها هتبقى ايه؟ اكس. ر بكام؟ ب1، ولازم تكون ب1. لازم؟ طب لو مش ب1 قصه ثانيه هنقول لك عليها، لكن على الاله الحاسبه ان شاء الله تكون ب1000 ما تشغلناش. تمام كده؟ واكس ب1. طب انا عايز اكتب هنا يا مستر ر. تمام، هتشيل دي وتحط ايه؟ اكس. وطبعا هقوله لك في الفيديو. هيساوي ويطلع معاك المجموع بتاعك وليكن مثلا 15. اتحلت يا عم في دقيقه. طب نكتب دي كمان يا مستر؟ معلش حاضر يا عم. اهي هنا النون بكام؟ ب5، وهنا الاكس بكام؟ تحت ب1، وهنا ر تربيع اللي هي اكس تربيع زائد 1 بتساوي، طلع الناتج على طول. كده انا خلصت لك الدرس. عايز تقفل اقفل. عايز تفهم رياضه وتحب رياضه وتبقى بني ادم محترم، محدش هيقول لك الكلام ده، طول معايا في الفيديو هشرح لك كل كلمه بالتفصيل. تعال نسمي الله مع بعض وواحده واحده. مستر يعني اشيل الاله الحاسبه دي من دماغي؟ خلاص انا قلت لك هتستخدمها ازاي، وهعمل لك فيديو بسيط كده عاملينه فيه على الاله الحاسبه. ولكن هعمل ايه النهارده؟ بيقول لي يا باشا باستخدام المفكوك. باستخدام الايه؟ المفكوك. يعني ايه كلمه المفكوك؟ زمان قوي كنا بنحل المساله دي ازاي؟ طب زيد النبي صلاه وبراحه واحده واحده. هي نون الحصه اللي فاتت اللي انا كنت واجع قلبك بيها كانت بتساوي ايه؟ 1 2 3 4 5 يا مستر وهكذا. النهارده هقول لك شيل نون وحط راء. حط ايه؟ راء. ما حدش، انا مش عشان الدغ التراء عليا. يلا بينا. هنشيل نون النهارده ونحط راء، ونحط ايه؟ راء. انت قصدك في الحد النوني او في المتتابعه بنكتب نون، ولكن في التجميع بنكتب ر. تمام، بتكتب ر. في اي مشكله؟ طيب انت قصدك تقول ايه بقى يا مستر؟
بيقول لي هنا ر بتساوي 1، ر بتساوي ايه؟ 1. فكها لحد ما توصل ل5، يعني فكها 5 مرات. فكها كام مره؟ 5 مرات. تعال نفكها. هي ر عندي بكام؟ ب1 و2 و3 و4 و5 و6. انت الحصه اللي فاتت صدعتنا ان نون ب1 2 3 4 لحد ما زهقنا. طب النهارده هصدعك برضه بس هشيل نون واحط مكانها ايه؟ ر. هفك ر كام مره؟ 5 مرات. طيب ر عباره عن ايه؟ 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5. هو انت ليه عملت لحد 5؟ ما هو ر بتساوي 1، بيقول لك من اول لحد الاول كم مره؟ 5 مرات. كم مره يا عم انور؟ 5 مرات. يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5، اجمعهم مع بعض هيطلعوا بكام؟ ب 15. في اي مشكله يا سيدي؟ لا يا مستر مفيش اي مشكله. طيب سهله قوي. ما عشان ر بس. طب تعال نفك دي، مفيش اي مشكله. هفك المتتابعه بتاعتي كم مره؟ 5 مرات برضه. ولكن ر كانت بكام؟ نفس القصه، 1 2 3 4 5 لحد ما تزهق، ولكن هنا 5 مرات. شيل كل ر وعوض عنها بواحد. يعني ايه مش فاهمك؟ بالراحه اهو. يعني شيل ر وحط واحد، يعني 1 تربيع زائد 1. اجمع اللي بعده. شيل ر وحط 2، 2 تربيع زائد 1. كمل. 3 تربيع زائد 1. كمل. 4 تربيع زائد 1. كمل. 5 تربيع زائد 1. كم مرة؟ 1 2 3 4 5. خلاص كده. يلا بسط الدنيا. 1 تربيع بواحد، وواحد 2 زائد 2 تربيع ب4، 4 زائد 1 5، 3 تربيع 9 زائد 1 10. 4 تربيع ب 16 زائد 1 17، 5 تربيع ب 25 زائد 1 26. اجمع كل ده مع بعض على الحاسبه يطلع معاك الناتج. لا مستر ده صداع، براحتك انا بفهمك لنفسك. عايز تعملها اي حاسبه في ثانيه مش في دقيقه. في اي مشكله؟ بس كده وتاني نفك المساله على هذه الطريقه. في مشكله كده يا خالي؟ لا مفيش مشكله. تعال نخش على اللي بعده ونشوف بيقول ايه. تعالى يا عم، نفس الاسئله اللي موجوده اهي، ولكن هنطور الدنيا شويه. هفك هنا كم مره يا شباب؟ 4 مرات. يعني عوض عليها بكام؟ 1 2 3 4. تعالى نعوض يلا. شيل ر وحط 1، يبقى 3 في 1 ناقص 2. ده الاولاني. زائد شيل ر وحط 2، 3 في 2 ناقص 2. كمل. شيل ر وحط 3. حاضر بجمع طبعا عشان هنا في الجمع. 3 في 3 ناقص 2. شيل ر وحط 4. حاضر يا مستر. 3 في 4 ناقص 2. في اي مشكله؟ طيب نصفي قوسنا يلا. 3 في 1 يا مستر ب3 ناقص 2 1 زائد 3 في 2 ب6 ناقص 2 4 زائد 3 في 3 ب9 ناقص 2 7 زائد 3 في 4 ب12 ناقص 2 ب10. في اي مشكله يا شباب؟ يعني 17 ادي 18، يعني كله كام؟ 22. لا ماستر ده انت هتصدعنا. اعملها لي على الحاسب. طب تعالى نعملها كده اهي يا عم. هي نون بكام؟ ب4. اكتب فوق 4 وهنا اكس بتساوي 1. لازم أن تكون بتساوي 1. 3 ر هكتبها ازاي؟ هكتب 3 وطبعا عامل لك الطريقه اكس بدل ر ناقص 2 ويطلع الناتج على طول عندك 22. انت حر. دي اسهل طريقه طبعا وحلها كده. وانا بقول لك ما بقولكش ضيع وقت، ولكن انا بفهمك برضو الدرس بتاعنا ماشي ازاي. في اي مشكله؟ طيب نفس الطريقه برضو هشيل ر واحط 1 وهكذا. بس هنا بيقول لي نون، يعني هنا بيديني حاجه اجرب عليها كده. نون دي اللي هي 1 2 3 4 لحد ما تزهق، لحد ما لا نهايه طبعا. في اي مشكله؟ طيب تعال نخش على اللي بعده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي استخدم رمز التجميع في كتابه المتسلسله التاليه. في كتابه الايه؟ المتسلسله التاليه. طب ركز معايا. طيب بص معايا، هنخش على اللي بعده الاول وبعدين ارجع اجيبها لك عشان تفهمها اكتر. طيب عندي شويه حالات خاصه كده مهمه جدا لازم تعرفها. حالات خاصه لازم تعرفها. ايه هي بقى؟ بيقول لي سيجما وفوق نون وتحت ر بتساوي 1، وهنا عندي ج. لو جات لي كده اعملها ازاي يا مستر؟ هقول له ج في نون. ج في ايه؟ في نون. لا ما بفهمش قوانين انا. كلمني عربي. ما انا بكلمك عربي. لا قصدي كلمني بالمسائل عشان انا ضعيف في الكلام ده. حاضر. هو قصدي يقول لك ان مثلا المثال ده اهو سيجما فوق 5 ور بتساوي 1 وهنا 3. يعني ايه 3؟ هي فين ر يا مستر؟ فاكر المتتابعه الثابته اللي انا كنت بقول لك عليها؟ لا. طيب اللي هي كانت 3 3 3 3 3 وهكذا. فاكر دي؟ هي دي. اجمعهم.
3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. طيب انا هنا هجمع التلاته كام مره؟ 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3 زائد 3. 1 2 3 4 5. هيطلعوا معايا بكام؟ 15. ايه ده يا مستر انت فاضي؟ لا مش احنا فكنا؟ انا بقول لك النهارده هنستخدم حاجه جديده. تعال نشوفها بقى معايا. بدل ما اعمل كل ده كده هتعمل ايه بقى يا مستر؟ بيقول لي اي سؤال في الدنيا هيجي لك هنا رقم ثابت. رقم ايه؟ ثابت، يعني مفيش راء. اضرب الثلاثه في الخمسه على طول. 3 في 5 ب 15. تعال ناخد مثال كمان. بيقول لي مثلا سيجما 10 ر بتساوي 1 وهنا كام؟ 7. رقم ثابت صح؟ يبقى 7 في 10. خلاص يا مستر بقيت شاطر فيها. بكام يا باشا؟ ب 70. ايه ده؟ يعني ممكن اقول سيجما فوق مثلا 128 ور هنا بتساوي 1 وهنا 50. بكام يا مستر؟ هضرب على طول 50 في 128. اصل انا مش هقعد اقول 50 زائد 50 128 مره، لا على طول. يبقى هنا فهمنا الجيم دي يعني ايه؟ يعني رقم ثابت. يبقى لو جالي رقم ثابت هضربه في نون على طول، وقلنا عليها مثالين اهو. في اي مشكله؟ لا يا مفيش مشكله. دي الحاله الاولانيه. يبقى لو جالي رقم ثابت هعمله بنفس الطريقه. تعال نشوف الحاله الثانيه. بيقول ايه ده يا عم؟ ايه ده يا مستر ده؟ الف ح ر الف وهكذا. سيبك من الكلام ده كله. عرفنا الحاله الاولى؟ نقولها تاني. ليه سيجما نون ر بتساوي 1 جيم. جيم ده اللي هو رقم ثابت. هضرب الجيم في الايه؟ في النون على طول، او النون في الجيم. في مشكله يا خالي؟ طيب ده اول قانون. القانون الثاني عندي بقى بالراحه واحده واحده. بيقول لي يا مستر قوله لي الاول كده بالراحه عشان افهمه يا مستر. حاضر. بيقول لي لو سيجما وهنا نون وهنا ر بتساوي 1. سيبك من اللي انا كاتبه ده، اكتب اللي انا بكتبه احسن. وهنا ر بتساوي ايه يا مستر؟ بيقول لي دي ليها قانون ثابت يا عم انور. ايه هو القانون الثابت؟ بص يا عم، شايف نون دي؟ هتقول لي نون مضروبه في نون زائد 1 على الاثنين. بتكلم بجد يا مستر؟ بتكلم بجد. بس كده؟ اديني مثال. حاضر. يعني سيجما نون بتساوي 5 ر بتساوي كام؟ 1 وهنا ر. فاكرها كنا بنفكها ازاي؟ فكها كده معايا. كنا بنقول ايه؟ ر بواحد يعني 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 اللي هي كانت ب 15. بيقول لي طبق القانون ده على طول. هي نون بكام هنا يا شباب؟ ب5. يبقى 5 زائد 5 زائد 1 في كام؟ في 6. يبقى 5 في 6 على الاثنين. 5 في 6 ب 30 على الاثنين فيها ال 15. ولا بص معايا كده. 15. يا ابن اللعيبه مستر، انت قصدك تقول ان لو عملت هنا مثلا 18 ور بتساوي 1 وهنا مثلا قلت ر بس، القانون بتاعك اللي هو نون زائد 1 على الاثنين؟ ما تيجي نعملها كده. هي نون بكام؟ ب 18 في نون زائد 1 اللي هي 18 زائد 1 19 على الاثنين. انت قصدك اعيش كده؟ في اي مشكله يا عم؟ لا مفيش اي مشكله. ده القانون الثاني. طيب قبل ما نخش على القانون الثالث تعال نشوف القانون الثالث. بيقول لك يا عم انور لو سيجما هنا وهنا نون ور بتساوي 1 زي ما قلنا، بس ر تربيع. ر تربيع بتساوي ايه؟ صلى يا مستر. اديني مثال كده. بس قول لي قانونها الاول. حاضر يا عم. بقول نون مضروبه في نون زائد 1 مضروبه في 2 نون زائد 1 على 6. خد سكرين للقوانين دي هكتبها لك دلوقتي كلها. بو يعني ر تربيع يبقى نون في نون زائد 1 مضروبه في 2 نون زائد 1 على 6. ما تجرب كده. حاضر. سيجما وهنا كنا بنقول يا شباب ركز معايا بالله عليك. نون ب5 ور بكام؟ ب1 وهنا كام يا شباب؟ ر تربيع. طب فاكر كنا بنعملها ازاي؟ ر تربيع يا عم يعني 1 تربيع زائد 2 تربيع زائد 3 تربيع زائد 4 تربيع زائد 5 تربيع واطلع الناتج. لا بيقول لي اعملها بالطريقه دي اسهل. هي نون بكام يا شباب؟ ب5 يا مستر. يبقى 5 و5 زائد 1 و2 في 5 زائد 1. طب تعالى نعملها يلا. 5 في 5 زائد 1 6 في 2 في 5 ب 10 زائد 1 11 على 6. في مشكله؟ 5 في 11 بكام؟ ب 55. في اي مشكله يا سيدي؟ لا مفيش اي مشكله. انا شايف ان هي كويسه بصراحه. صعبه؟ لا. طيب دول الثلاث قوانين يا مستر. بس انت دلوقتي في المذكره اللي انت عاملها لنا كاتب فيها 4 قوانين.
3 4 اهو ده القانون اللي احنا كنا بنقول عليه، وده القانون اللي احنا كنا بنقول عليه. ركز معايا، ده الاول والثاني والثالث والرابع والخامس. سيبك من كل القوانين دي وتعالى حل معايا واحده واحده. طيب هات لي بقى القوانين يا مستر، بس عندي استثناء بسيط. اول قانون اكتبه لي. حاضر يا مستر. كنا بنقول سيجما هنا مثلا ن ر بتساوي 1 وهنا رقم اللي هو ج. كنا بنقول يا شباب يبقى ن في ج. اديني مثال بسرعه يا مستر. حاضر، نرجع نفتكر. كنا بنقول مثال بسيط اهو، سيجما فوق هنا 5 ور بتساوي كام؟ التريقه يا اختي، التريقه. قولي انت مش طايل؟ مش طايل. خلينا هنا يلا. وهنا بنقول ايه؟ ج دي مثلا هنسميها 3. في اي مشكله؟ بقول هنا 3 في كام؟ في 5، يبقى 3 على طول في 5 بتساوي كام؟ 15. في مشكله يا سيدي؟ طيب ده اول قانون. تعال نشوف القانون الثاني نفتكر مع بعض. كنا بنقول سيجما وهنا ن وهنا ر بتساوي 1 وهنا ر بتساوي ايه يا شباب؟ كنا يا ماستر كنا بنقول ن في ن زائد 1 على 2. وادينا عليها مثال بسيط، تعال نقوله مع بعض. اهو يا عم المثال بسيط، ركز معايا فيه. كنا بنقول سيجما نفس المثال اللي فوق، 5 ر بتساوي 1 وهنا ايه؟ ر. في اي مشكله؟ طيب كنا بنعمله ازاي يا مستر؟ ما احنا قلنا النون بخمسه، يبقى 5 في 5 زائد 1 اللي هي 6 على الاثنين، يبقى 15. في اي مشكله؟ 5 في 6 بكام يا شباب؟ ب 30 على الاثنين فيها الكام؟ ال 15. صعبه؟ طيب تعالى ناخد القانون الثالث وركز معايا فيه بالله عليك. القانون الثالث كان بيقول ايه؟ سيجما نفس الكلام، ن ر بتساوي 1، بس هنا ر تربيع، بس كان طويل شويه يا مستر. ايوه فاكره، اللي هو ن ونون زائد 1 مضروبه و2 ن زائد 1 على كام يا مستر؟ على 6. في اي مشكله؟ طيب ركز معايا يا فندم. خدنا عليها سؤال هو نفس السؤال، 5 برضه ر بتساوي 1 ور تربيع. يلا عوض يا عم. يبقى 5 في ن زائد 1 اللي هي 5 زائد 1 6 في 2 ن 2 في 5 زائد 1 اللي هي 11 على يا فندي الستة. 6 تجمع 6 يبقى 5 في 11 على طول. في اي مشكله؟ وطلع الناتج بتاعك. دول الثلاث قوانين بتوعي. صعبين؟ خد سكرين بسرعه. صعبين يا سيدي؟ لا يا مستر مش صعبين. طيب ممكن يجي لي حاجه غير كده اهو. ايه هي بقى؟ تعال نشوف مع بعض. بص معايا بقى قبل ما نحل السؤال ده، ركز معايا يا مستر. لو كنا قلنا القانون ده 5 ر بتساوي 1 وقلنا 3 ر بيساوي ايه؟ انت قلت لي ر بس، صح كده؟ بص يا معلم، لو جه اي رقم قبل ر اطرده بره، قول له اطلع بره. اطلع ايه؟ بره. بجد؟ والله اطلع بره. يعني هعملها ازاي؟ طلع 3 بره يبقى 3 مضروبه فيه. اكتب السؤال تاني، سيجما 5 فوق ر بتساوي 1 وهنا التلاته طلعتها بره اتفضل لي ر. يلا مش ده انت بتعرف تعمله؟ يا مستر افتكرت. هقول 3 مضروبه فيه، فك لي ده يلا. اللي هو كان بيقول ايه؟ ن في ن زائد 1 على 2 وخرجت 3 بره. بس فهمتك، يعني 5 في 5 زائد 1 اللي هي في 6 على 2. 5 في 6 30 على 2 بقى 15. يبقى 3 في 15. في اي مشكله؟ 45. صعبه؟ لا. طب القانون الثالث، لو قلت لك يا مستر 5 ر بتساوي 1 وقلت لك 3 بس ر تربيع، الناس عشان ما تحفظ 5 مثلا ر تربيع، بلاش 5 برضه، 6 ر تربيع. يا ابني نفس السؤال بالظبط، اطرد الستة بره. حاضر يا مستر، طردت الستة فيه. اكتب سؤال جديد من غير الستة، سيجما 5 ر بتساوي 1 وهنا ر تربيع. فهمتك. طب يا مستر انا هقعد اعمل كل الكلام ده؟ لا، احنا قلنا الحصة ممكن تخلص في دقيقة واحدة باستخدام الآلة الحاسبة. انا بفهمك لنفسك. طيب يلا، يعني طبق القانون كده، 6 مضروبة فيه. فاكر القانون ده كان بيساوي ايه؟ يا مستر فاكره. قولوا كده معايا، ن في ن زائد 1 في 2 ن زائد 1 على 6. طبق يلا. 6 زي ما هي مضروبه فيه، ركز، يعني ن بكام هنا؟ ب5، يبقى 5 في 5 زائد 1 6 في 2 في 5 ب 10 زائد 1 11 على 6 وفك القوس بتاعك وطبق القانون. في اي مشكله يا عم؟ فهمتك يا مستر. انت قصدك لو اي رقم جه قبل ر هعامله كانها ر واطرد رقم بره، ر تربيع نفس الكلام. يا سيدي تعال نحل بقى السؤال المجعلص قوي ده. بص معايا بقى يا سيدي، نكتبه تاني. بيقول لي سيجما 5 ر بتساوي 1 2
ر تربيع ناقص 3 ر زائد 5. ربنا يستر، ربنا يستر. ايه ده يا مستر؟ الله يسامحك يا سيدي. هعملها بالآلة الحاسبة. نعملها ازاي؟ تعالى نعملها يلا. هنقول سيجما فوق 5 اكس بتساوي كام يا شباب؟ 1. هنا بيقول لي 2 ر تربيع، يعني 2 مضروبة في اكس تربيع، ها، ناقص 3 ر اللي هي 3 اكس زائد 5. اطلع الناتج في لحظة. امال ايه يا عم؟ ربنا يفكها عليك كده. فكها علينا كده، ما تعقدهاش. والله انا بقول لك افهم لنفسك وانت حر يا سيدي. ممكن هنا اعملها بطريقتين مختلفين. طريقه المفكوك اعوض عن كل ر بواحد واثنين وثلاثه واربعه 5 مرات، وممكن اعملها بطريقه الحالات الخاصه. وتعالى نعملها بالحالات الخاصه. بص معايا يا سيدي، خد كل جزء لوحده. يعني ايه يا مستر؟ خد دول كده مع بعض. ولا فاكرها ماشي. سيجما 5 ر بتساوي 1، وهتقول لي 2 ر تربيع. صدق يا مستر؟ جدع. خد دي لوحدها. نفس السؤال تاني اكتبه من الاول. دي سالب صح؟ سالب. اكتب نفس الرمز تاني. سيجما 5 ر بتساوي 1، وخد معاه التلاتة ر. هرشنا صح؟ طب يلا كمل كده. زائد، اكتب السؤال تاني. سيجما 5 ر بتساوي 1، وخد معاها الكام؟ الخمسة. لا بص ايدك كده بقى، عشان كده انت يعني ايه؟ السالب اهو والموجب اهو، دول صح كده؟ خدنا دي مع دي ودي مع دي ودي مع دي. صدق يا ابن الجنيه يا مستر. ممكن فعلا. طيب انا قلت اي حاجه جنب ر تربيع اطردها فين؟ بره. اطردها بره يا سيدي. يبقى 2 مضروبه فيه، اكتب السؤال تاني. 5 ر بتساوي 1 ور تربيع على طول. طبعا انا وضحتها بس، فانت مش هتكتبه كذا مره يعني. فاكر دي يا سيدي؟ اللي هي بتاع نون ونون زائد 1 و2 نون زائد 1 على 6. هي دي. ناقص. يلا التلاته دي جنب ر اطردها بره. يبقى 3 مضروبه فيه، اكتب السؤال تاني يا سيدي. سيجما 5 ر بتساوي 1. في اي مشكله؟ لا. جدع يا مستر، والله انت جدع. كمل ونزل ر زي ما هي. صعبه يا سيدي؟ لا مش صعبه خالص يا مستر. شكرا يا سيدي. زائد دي انا عارفها بقى يا مستر، اللي هي الثابته. هضرب الخمسه في 5. اللي هي بتاع نون وجيم يا ولا. 5 في كام؟ في 5. انزلها تاني. يبقى 5 ر بتساوي 1 مضروبه في كام؟ في 5. كده انت هتعرف تحل كله. طبق القانون بقى. ماشي يا مستر. 2 مضروبه فيه شرط الكسر جميله كده. فاكر ايه تربيع كنا بنقول ايه؟ نون، ركز معايا نفتكرها. نون في نون زائد 1 في 2 نون زائد 1 على 6. يلا يا باشا طبق. نون بكام هنا؟ ب5. يبقى 5 في 5 زائد 1 6 في 2 نون، 2 في 5 ب 10 زائد 1 11 على 6 ناقص ده طرف. الطرف الثاني 3. بس يا مستر عرفت اللي جايه دي بتاع ر. كنا بنقول نون في نون زائد 1 على 2. هي نون بكام؟ ب5 في 5 زائد 1 اللي هي 6 على 2. زائد لما كان بيكون ثابت في رقم بضرب الرقم في رقم اللي هي 5 في 5. في أي مشكلة؟ ارمي على الآلة الحاسبة وطلع الناتج بتاعك بكل سهولة. صعبة؟ طيب. صعبة يا سيدي؟ لا مش صعبة يا مستر. اقدر احل اي سؤال؟ اقدر احل اي سؤال فيها، وبفضل الله الموضوع بتاعها سهل جدا، مش محتاج اي حاجه. انت محتاج اي حاجه؟ محتاج سؤال كمان كده يا مستر. طيب تعالى نشوف السؤال اللي عليه الدور ده. لو ما جاتليش بقى ر ب6، ركز معايا فيه بالله عليك. بص السؤال ده كده. ايه ده يا مستر؟ بيقول لي سيجما 10 ر بتساوي 5 ر. عارف. هقول يا مستر نون زائد نون زائد حمار. ليه يا مستر بس؟ روق فيه ايه؟ انت بتشتم ليه؟ هي ر لازم تكون بتساوي ايه يا ولا؟ 1. صدق استنى هرش. ر بتساوي 1. ر بتساوي 1 يا بطيخ. طب هنا ر بتساوي 5. مش هينفع. طب بص يا مستر، انا هحل لك السؤال 10 ر بتساوي 1 ر. هعرف احله كده.
حلو كده يلا. ماشي يا مستر، هقوله لك اهو. كان نون زائد 1 على الاتنين، يعني نون بكام؟ ب10، يبقى 10 في 10 زائد 1 11 على الاتنين. 10 في 11 هقسمها على الاتنين تطلع معايا بكام يا بطيخه؟ ب 55. عسل كده، اكنه مش شايف الخمس. ايه ده؟ هو انت عملت ايه؟ انا جبت لك من اول واحد، يعني قلت لك من اول واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة و10. مستر انا زهقت منك وانا كمان. اهدى، ممكن اعملها على حاسبة واحط ج بتساوي 5 في لحظة. طب عايزين نفهم لنفسنا؟ يلا بينا. انت كده جبت 10 ارقام صح؟ اه، من 1 لحد 10. طيب انا مش عايز من كده يا مستر. امال انت عايز ايه؟ لازم عشان اطبق القاعده الخاصه دي تكون ج عندي بتساوي 1، بس هنا ج بتساوي 5، هو عايز من اول رقم 5. طيب انت جبت من اول رقم 1 لحد رقم 10 صح؟ طيب امال هو كان عايز منين يا شباب؟ كان عايز من رقم كام؟ ج بتساوي 5، من رقم 5 لحد رقم 10. يعني اول 4 مستر انا مش عايزهم، دول كده انا مش عايزهم. خلاص شيلهم. ايوه شيلهم ازاي يعني؟ ما انت حليت خلاص. يعني ممكن اعملها ازاي؟ يعني ممكن اقول لك هجيب ر، نفس السؤال 10 ر بتساوي 1. بص معايا، ر ناقص، ما انا جبتها اهي. ناقص ايه يا سيدي؟ من 1 لحد 4. تصدق يا مستر هقول سيجما، ركز معايا، هقول سيجما ر بتساوي 1 لحد الكام؟ الاربعه. لحد الكام؟ الاربعه. طب ما انا جبت ر بتساوي 1 لحد 10، طلعت بكام يا سيدي؟ طلعت ب 55 يا مستر. ناقص ر من 1 لحد 4، كنا بنجيبها ازاي؟ ركز معايا، كنا بنقول نون في نون زائد 1، نون هنا بكام؟ ب4، ف4 زائد 1 اللي هي 5 على الاثنين، 4 في 5 ب 20 على 2 فيها كام؟ ال10. يبقى من 1 لحد 4 طلعت ب 10، وانت اصلا من 1 لحد 10 طلعت ب 55، يبقى اجابتك 45 اللي هي من 5 لحد الكام؟ ال10. ما فهمتش يا مستر؟ طب اقولها لك تاني في مثال تاني، مثلا وليكن ثبتها بقى قاعده ثابته. قلت لك ر، ركز معايا بقى، نون بتساوي 28، ر بتساوي 6، وهنا ر. هتحلها ازاي؟ بص يا سيدي، ما ينفعش غير لما اجيب ر بتساوي 1، يبقى تكتب لي نفس السؤال بس ر بتساوي 1. حاضر يا مستر. 28 ر بتساوي 1 بكام؟ بر، وهتطرح منها. هو انت عايز من اول رقم 6 صح؟ يعني تشيل منها ايه؟ اول 5، قلل على طول من الرقم ده 1، اطرح منه 1. يبقى اقول نفس السؤال، ر بتساوي 1، طرحت من 6 1 بقت كام؟ 5. والله واحده كمان، 123 ر بتساوي 18 ر. هتعملها ازاي يا مستر؟ اكتب نفس السؤال تاني، 128 ور بتساوي 1 عند ر، واحل دي عادي واطرح منها. انت هتبدا من اول كام؟ 18، نقص من 18 1 يبقى ر بتساوي 17، ر قصدي بتساوي 1، وفوق هنا نون بتساوي كام؟ 17. بقلل الواحد من هنا. نفس الكلام تاني، مثلا بتساوي 9 ور هنا بتساوي 3، يبقى هقول سهله جدا مفيش فيها اي مشكله. يبقى اقول سيجما مثلا بتساوي من 9 ر بتساوي 1، ونفس الكلام ناقص اطرح، انت هتبدا من اول 3 نقص من 3 1 يبقى ر بتساوي 1 عند الاثنين، وهكذا وهكذا وهكذا. استناكم في الدرس الثالث بدايه البحث بجد، ومن اول المتتبعات الحسابيه. اشوفكم على خير. معلش طولت عليكم، ممكن تاخدوا الدرس ده في ثانيه واحده باستخدام الاله الحاسبه.